يوم من الأيام أتى المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مالين مالمها كمذا مشركين توحوا ما ذي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا محمد لماذا ينزل عليك القرآن منجما مفرقا؟ وحيكون هذا محمد ومحو قرآنك كوكسو دقيا إنير أو قيب لماذا لا ينزل هذا القرآن عليك جملة واحدة مثل الكتب الأخرى التي نزلت على الأنبياء كانت تنزل عليهم جملة واحدة؟ محو قرآنك كوكسو دقيا إن هالمرسدي كتبدي هوري كواسو كوكسو دقي جري أنبيادي هالمر أيو كتاب كوكسو دقي جري لكن أديك محمد وأنت يا محمد ينزل عليك القرآن مفرقا منجما، لماذا؟ فالله عز وجل أجاب عن هذا السؤال. الله عز وجل يقول أديك محمد وقرآنك وحو كوكسو دقيا إنير أو قيب محاسب بي أرنتا بس الري أي أو جوابي سؤاشا بس الري وحويري. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وحيدهن كبي قالوا وي ما لغو سو دجيي نبيغا قرآن كمركليا إساقوطن ساسانا يلني إنانو كسوغنو قلبيغاغا وانا كوغو أخريينا أخرين فيعن. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وحي تصالاه أو كولي ماذان وحاد كتر هذا وحان كوغل إيمان حق يفسرات أفعا. ربنا الله ربنا الله